لا فامي كثيرين، لاباس عليكم؟ هانين مهنين. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى الف خير وفي صحه جيده الخوت كيف ما العاده. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم ونكون انا عند حسن الظن ديالكم الخوت. المهم الخوت بلا ما نطول عليكم الفيديو، اليوم راه جبت لكم واحد الطريقه ديال الكيكه راه سبيسيال، عرفتي راه ناجحه 100% الخوت. كنتمنىكم انكم تجربوها. المهم الخوت بلا ما نطول عليكم الفيديو، كنتمنى كلشي يدخل عندي لي كومونتير ويعطي الراي ديالو في هذه الكيك هذه، وما تنساوش اختكم باللايكات ديالكم. المهم اخوت نقول لكم اشنو انا كنستعمل فيها. ها نتوما اخوت، عندي هنا 6 ديال البيضات دانون فاني، 3 الخمارات حمر ووحده بيضه، وكاس ونص تاع الزيت، وكاس ونص تاع السنيده، وكاس ديال الماء. وهاد كاوكاومر كنديروه حيت العجينه غادي نقسموها على جوج. المهم اخوت خليكم معايا حتى الاخر وغادي تشوفوا الطريقه ديالها كيفاش غتجي. المهم اخوت بسم الله على تبارك الله، نبداو بالبيض هو الاول. ها انتم اخوت غنديروا 6 ديال البيضات، غنحركوهم اخوت مزيان مزيان. ها انتم اخوت من بعد ما خلطنا هذا الخليط مزيان غنديروا الزيت. نبداو بالنص هو الاول باش نديروا الكاس الاخر. ونديرو اخوت السكر، وغنخلطوا هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم الخوت. نديرو دانون الخوت وشاشي ديال فاني، وحنا كنخلطوا الخوت، والماء الخوت حتى هو. وهنا الخوت غنبداو نديرو في الدقيق تدريجيا. خماره ها هي الاولى، الثانيه، الثالثه الخوت. المهم الخوت غادي نخلطوا هادشي مزيان مزيان ونرجع معكم. سالينا الخليط ديالنا هانتوما كيفاش كتشوفوا. المهم دابا في هذه المرحله هذه النص غنخليوه هكذا والنص الاخر غنديروا فيه كوبيل. المهم الخوت من بعد ما قسمناهم جوج غنديروا 2 معالق ديال الكوبيل. درنا 2 معالق ديال الكوبيل الخوت غادي نخلطوهم. المهم خوت من بعد ما سرينا كلشي راه دهنا اللاطه ديالنا ديال الحرشه راه كبيره، دهناها بالزيت والطحين. ودابا راه درنا هاد 2 قراعي. ها نتوما هذه فيها هواي وهذه فيها كوكا. المهم هذه درنا فيها العجينه البيضاء وهذه درنا فيها اللي فيها كوبير. دابا غنوريكم الطريقه كيفاش كنديروا لها. هادي يا بسم الله. عرفتي خوت راه بصعوبه باش دخلنا هاد العجينه للقراعي وحق الله. ها نتوما الخوت بحال ما هكذا كنبقاو نقطه 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 باش كتجينا مزوقه. ها نتوما الخوت بحال ما هاد الطريقه هذه كنبقاو غاديين على هاد الطريقه على هاد الطريقه حتى كنكملوا العجينه اللي عندنا كامله الخوت. المهم غنكملها ونرجع معكم باش بلا ما نطول عليكم لي فيديو. المهم الخوت من بعد ما ساليناها كامله غادي نبداو نزوقوها. غنوريكم حنا كيفاش كنزوقوا لها الزواق. بحال ما كنخوص كيجيك على شكل ورده وبلا ما تحتاجي تبقاي دهنيه وتزوقيه ولا شي حاجه نيشان. في هذه المرحله الخوص راه حنا دايرين الفران يسخن.
ترى هانتوما شوفوا الخبز كيفاش جات، شكل الوريضه كيجي واعر. وكاين بزاف د الزواق تقدروا تزوقوا بها، تقدروا ديروا شرائط بحال ما هكا نتوما غاديين كدوروا بحال ما هكا كيجيكم دائريين زويونين بحال ما هاد الطريقه هذه. شوفوا كتجي ما تبارك الله ما شاء الله، كتجي ناضيه ناضيه. ناري غنضربها بالعين الخوت. المهم غطيب ورجع معكم خوت. من بعد ما طابت لينا الكيكه هانتوما شوفوا كيفاش جات. هانتوما من هنايا راه هبطت لي، من هنا راه هبطت لي شويه حتى الفران عوج جاب لي عوجه. المهم اخوت خليكم معايا، انا غنقطعها ونوريكم الشكل النهائي ديالها. المهم اخوت هنا راه حنا قطعناها، شوفوا كيفاش كتجي. هانتوما هانتوما الخوت راه كتجي اسفنجي، راه كتجي واعره. المهم اخوت كنتمنىكم انكم تجربوها، وبلا ما نزيد نطول عليكم الفيديو، والفيديو الجاي ان شاء الله. بسلام عليكم.